السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف دايرين مع سيدنا رمضان؟ تنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال وبصحه جيده ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنوجدوا مع بعضياتنا سيجار بالشعريه الصينيه والكبده ديال الدجاج اللي تيجي زوين في المذاق. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. دو على بركه الله. بالنسبه للمكونات اللي غنحتاجوا للحشوه باش نعمروا السيجار ديالنا، هنا عندي شويه ديال الزيتون مقطع، هنا عندي الشعريه الصينيه درتها في الماء طايب خليتها واحد 10 دقائق صفيتها. هنا عندي الكبده ديال الدجاج سلقتها مع شويه ديال الملح والحامض وعصايه سيدنا موسى باش حيد منها ديك الزفوره ديالها. هنا عندي القزبر ومعدنوس مقطعين على هذا الشكل، عندي قلب ديال حامضه مصيره، عندي 3 الفصوصه ديال الثوم حكيتهم. بالنسبه للتوابل غنحتاجو معلقه صغيره ديال الملح تيبقى على حساب الذوق، معلقه ديال الخرقوم الكركم، شويه ديال الملون الغذائي، هنا عندي معلقه ديال الابزار الفلفل الاسود، هنا عندي معلقه ديال سكنجبير زنجبيل، وهنا عندي 2 معالق ديال التحميره كما كتشوفوا، وهنايا عندي 2 معالق ديال الكمون. هادوما المكونات اللي غنحتاجو باش غنوجدوا الحشوه ديالنا. وهنايا غندير تقريبا شي 3 المعالق ديال زيت الزيتون زيت العود. تبعوا معايا المراحل حتى الاخر. دابا غندوزو باش نخلطوا المكونات كاملين. وهنا بالنسبه للورقه انا غنستعمل هذه لانني جربتها وعجبتني لانها صحيه مصنوعه من الدقيق تاع الروز. بالنسبه للبنات اللي تيعيشوا في الخارج راه تتباع في المحلات الاسيويه تينداز ديال تشينوس. وهنا كما كتشوفوا راه مكتوبه فيها حلال، ما فيهاش شي مكونات اللي خايبه، ما فيها حتى شي حاجه. وهنايا غنبداو نخلطوا في المكونات ديالنا كاملين كما كتشوفوا. درت شعريه صينيه، الكبده ديال الدجاج، زيتون، هذاك القزبر والمعدنوس، الثومه، القلب ديال حامضه مصيره، نيز التوابل ديالي كاملين. غنخلط هادشي كامل مع بعضياتو تقريبا واحد 3 المعالق ديال زيت الزيتون. بعد ما خلطت الحشوه ديالي غنبدا نعمر في السيجار على هذا الشكل كما كتشوفوا. نتمنى ان الفيديو يكون واضح مزيان. خلطت واحد شويه الفورص مع الماء باش كنسد، ومني كنكون نخدم في الورقه راه ما كنحتاج ندير ليها لا زيت لا زبده لا حتى شي حاجه. مني كنكون نعمر بحال هكا، والورقه البنات تخليوها في شي بلاستيك بحال هكا باش ما تنشفش تتبقى رطبه. ودابا غنبقى على هذا الشكل هذا حتى نكمل السيجار ديالي كاملين، ومن بعد انا غندهنهم بالزيت وغندخلهم يطيبوا في الفران. هنا من بعد ما كملت السيجار ديالي كامل، دابا غنديرو في صينيه ديال الفرن وغادي ندهنهم بشويه ديال الزيت، وغندخلهم الفران شاعل من الفوق والتحت على درجه حراره 150 باش يتحمروا مزيان. ونتلاقاو. وهذا هو السيجار من بعد ما خرجتهم من الفران، تيجي بحال هكا محمر وتيجي زوين في المذاق اقتصادي. تنتمنى انكم تجربوه. وكيف ما ديما البنات، الا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب والعائله ديالكم. وما بقى لي الا نقول لكم بالصحه والراحه، انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.